السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد وحلقة جديدة وخط أزرق من شاشة القناة الثانية في التلفزيون المصري لكل مشاهدينا داخل مصر عبر التردد الأرضي أو التردد الفضائي، ولكل مشاهدينا اللي بيصل إليهم إرسال نايل سات بنحييكم، وأيضا في الإعادة عبر الفضائية المصرية لكل المتابعين والمشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كل التحية والتقدير. وهذه حلقة الجمعة الموافق 22/7/2016. ربما في ختام الحلقة السابقة الجمعة الماضية 15/7 ربما كنا أول من أعلن في الإعلام المصري عن وقوع محاولة انقلاب في تركيا. في ختام الحلقة اللي بيتابعونا كل أسبوع يمكن شافوا إن احنا أول من أعلن عن هذا الأمر الأسبوع اللي فات، وتابعنا طوال الأسبوع التداعيات، وطبعا يعني فشل هذه المحاولة للانقلاب في تركيا. ومن ثم وجدنا أنه من المفيد أن البرنامج المعني بالشؤون الإسرائيلية في الإعلام المصري يتابع تطورات وأيضا توقعات العلاقات الإسرائيلية التركية في ظل فشل الانقلاب. إيه اللي هيحصل والدنيا هتمشي إزاي، وخصوصا ان الاسبوع الماضي وطوال الايام الماضيه حصلت تطورات خطيره في تركيا. البعض خصوصا المتخصصين في الشأن التركي رصدوها انها يعني بتوضح بشكل يعني لا يقبل المناقشه ان ما حدث في تركيا كان بمثابه مسرحيه وهزليه. يعني تصوروا، هل يمكن ان في غضون ساعات قليلة، يعني حاجة زي ساعتين ثلاثة بعد الانقلاب، يتم القبض على الآلاف، بمعنى كلمة الآلاف، سواء في القضاء أو في المؤسسة العسكرية التركية؟ هل بالعقل كده هل ده متاح ان يكون الحكومة لديها يعني قوائم بالآلاف من الأسماء في القضاء التركي وفي الجيش والمؤسسات للقبض عليهم والتنكيل بيهم؟ ولا كان الأمر للقضاء، كل الحكاية دي كانت للقضاء على معارضي أردوغان؟ الحقيقة يعني هنتكلم في الموضوع ده بشيء من التفصيل النهاردة، بالإضافة لتداعيات اللي حدث في مستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية والاتهامات الموجهة لجولين، وده طبعا أبرز أو أكبر المعارضين للنظام التركي، ووجوده في الولايات المتحدة الأمريكية اللي أيضا كل المؤشرات بتقول إنها كان ليها يد ويد مهمة في فشل هذا الانقلاب. هل الولايات المتحدة هتنصاع لأردوغان وهتسلم له جولين؟ ده اللي هنتابعه ونشوف النهاردة ايه التوقعات في هذا الشأن. حلقة اعتقد هتفتح اسئلة كتيرة ومجالات كتيرة لفهم ما يجري، وايضا كواليس ما يجري في تركيا. طبعا بيكون عندنا فقرة الاخبار من داخل اسرائيل، اهم الاحداث اللي شهدتها وشهدها الداخل الاسرائيلي خلال اسبوع. بالاضافة لكده عندنا تقارير، وضيفتنا اللي هتشرفنا النهاردة الاستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان ومدير مركز الدراسات الإسرائيلية في جامعة الزقازيق، معهد البحوث والدراسات الآسيوية، وإن شاء الله هي كمان متخصصة في الشأن التركي، وإن شاء الله هتوضح لنا كل هذه الأمور. البداية مع الأخبار بعد الفاصل مباشرة، وإن شاء الله نبدأ حلقتنا. خليكم دايما متابعينا في خط أزرق. موقع ولا. في ختام دراما مسائية، الكنيست يصدق على القانون الذي يسمح بإقصاء عضو للكنيست. موقع NRG. قرار درامي. غلق هيئة البث الإذاعي الحكومية بحلول عام 2018. موقع واي نت. نتنياهو: في الأسابيع المقبلة سنوقع اتفاقية مساعدات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
موقع ولا الإخباري: خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في حرب لبنان الثانية في جبل هرتزل بالقدس، نتنياهو: كانت حربا عادلة من حيث الأهداف التي حددت لها برغم الإخفاقات. موقع ماكو: عضو الكنيست سلومينسكي يهدد سنغلق الفيسبوك قريبا. هآرتس: رئيس مدينة القدس: لن أذهب لمسيرة الشواذ، ذلك إساءة للجمهور المتدين. موقع القناة السابعة الإسرائيلية: ليبرمان يستدعي قائد محطة جاليت ساهل الإذاعية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. موقع ولا: مسؤول سياسي كبير: الاتفاق مع تركيا ثابت برغم محاولة الانقلاب. ولا الإخباري: إسرائيل تعلن عن استئناف علاقاتها مع غينيا بعد انقطاع ل49 عاما. أهلا بكل مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم بعد ما تابعنا أهم العناوين. يعني سريعا هقول لحضراتكم تفاصيل هذه العناوين علشان نفهم أكتر إيه اللي جه فيها. الخبر الأولاني كان معانا في موقع ولا وختام دراما مسائية: الكنيست يصدق على القانون الذي يسمح بإقصاء عضو الكنيست، والتفاصيل إن تم تمرير هذا القانون بأغلبية 62 عضو مقابل 47 عضو. القانون بيسمح بإقصاء عضو الكنيست بسبب التحريض والكفاح ضد إسرائيل، والمعارضة بتسحب كل تحفظاتها على القانون، مطالبة بتصويت فوري لإرباك الائتلاف الحكومي الذي احتاج لكل صوت من أجل تمرير القانون، مما دعا لاستدعاء النائبة حطوفيلي من إجازة ولادة تحسبا من عدم تمرير القانون. ونتنياهو: من يدعم الإرهاب لن يعمل في الكنيست. من موقع NRG: قرار درامي غلق هيئة البث الإذاعي الحكومية بحلول عام 2018، كان ده العنوان. وتفاصيل ان رئيس الوزراء اتفق مع رئيس الهستدروت على ارجاء غلق هيئة البث الإذاعي الحكومية حتى بداية عام 2018، وفيما يبدو ان القرار اتخذ نتيجة عدم اكتمال خطة الإغلاق من جانب الهيئة والرغبة في أن تبث محطتها من القدس. هنروح لثالث الأخبار اللي كان معانا، وتحديدا من موقع واي نت: ونتنياهو: في الأسابيع المقبلة سنوقع اتفاقية مساعدات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر احنا شايفينه على الشاشة، والتصريح جه على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء استجواب له في الكنيست بأنه قريبا في خلال أسابيع سيتم التوقيع على اتفاقية مساعدات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر التالي كان في موقع ولا، موقع ولا الإخباري، وبيقول: خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في حرب لبنان الثانية في جبل هرتزل بالقدس، نتنياهو: كانت حرب عادلة من حيث الأهداف التي حددت لها برغم الإخفاقات، وريفيلين: الحرب فتحت أعيننا على تطور وإصلاح الجيش الإسرائيلي. أما ليبرمان فتصريحه: الهدوء النسبي لا يعبر عن الروح القتالية، ونحن عازمون على منع الحرب القادمة. موقع ماكو بيقول: عضو الكنيست يهدد سنغلق الفيسبوك. والتفاصيل في مناقشة داخل الكنيست بخصوص الاتهام بالتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي لأصحاب الهواتف الذكية. ظهرت دعوات لإغلاق الفيسبوك أو حظر استخدامه من قبل بعض الأعضاء، كما ظهر أيضا اتهامات لتلك الشبكات بأنها ضمن أسباب التحريض على الإرهاب. الصحفي نداف بورشتاين: انتهى العهد الذي سمحنا لهم باستخدام تلك الخدمات بحرية. أما هآرتس فرئيس مدينة القدس: لن أذهب لمسيرة الشواذ، ذلك إساءة لجمهور الجمهور المتدين. قال نير بركات رئيس مدينة القدس في مقابلة معه إنه من حق تلك الجماعة أن تقيم مسيرات، ولكن في القدس يوجد قطاع سكاني عريض يستنكر بشدة هذه المسيرات. وعضو الكنيست زهافا جلون رئيس المدينة: انصاع للإرهاب الديني. يعني الموضوع ده واخد جدل في إسرائيل ما بين مؤيد لجماعة الشواذ دول اللي موجودين وبكثرة وبقوة في إسرائيل، والاتجاه الديني المعارض ليهم. موقع القناة السابعة الإسرائيلية: ليبرمان يستدعي قائد محطة جاليت ساهل الإذاعية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي.
كان ده العنوان. تفاصيل: استدعى وزير الدفاع إفيجدور ليبرمان قائد الإذاعة مطالبا إياه بتوضيح بخصوص البرنامج الإذاعي الذي تم بثه في المحطة عن الشاعر محمود درويش في واحد من عدة برامج بعنوان الجامعة الإذاعية. وتناول البرنامج قصيدة محمود درويش سجل أنا عربي، التي جاء فيها: أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكنني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي. طبعا الموضوع ده عمل حساسية لديهم، ليه يذيعوا في إذاعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي هناك قصيدة لشاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش. موقع ولا مسؤول سياسي كبير: الاتفاق مع تركيا ثابت برغم محاولة الانقلاب. ربما هذا الخبر له علاقة بموضوع حلقتنا النهاردة، مستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية بعد الانقلاب. وأضاف: في إسرائيل لا يتعاطون مع الأحداث اليومية الأخيرة في تركيا بشكل رسمي، ولكن من مصلحة تركيا وإسرائيل تعزيز الاتفاقيات المشتركة بينهم. آخر الأخبار اللي معانا من ولاء الإخباري: إسرائيل تعلن عن استئناف علاقاتها مع غينيا بعد انقطاع 49 عام. ده في ظل برضو تواصل العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، وكان الخبر ده مغطين عليه، يعني بيقولوا هنعيد العلاقات مع دولة إفريقية، بس يعني فضلوا لفترة طويلة مش عايزين يقولوا أنهي دولة. من ساعات قليلة فقط أعلنوا أن هذه الدولة هي غينيا. والتفاصيل أن تم توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين في باريس بعد قطعها في أعقاب حرب الستة أيام يونيو 67. ودعت إسرائيل الدول التي لم تستأنف علاقتها الدبلوماسية معها بأن تحذو حذو غينيا. ونتنياهو يصرح في تقديري أن الأيام المقبلة ستستأنف العلاقات مع دول إفريقية أخرى. يعني ده برضو بيوضح لنا السياسة الإسرائيلية مع أفريقيا وإزاي نتعامل معها في ظل هذه المتغيرات. بكده بتكون فقرة الأخبار انتهت. هنخرج مع حضراتكم هنشوف تقرير. التقرير ده يعني له علاقة مباشرة بالموضوع اللي هنناقشه النهاردة معاكم، مستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية بعد فشل الانقلاب في تركيا. الجيش التركي ودوره في الانقلابات العسكرية في تركيا. 4 انقلابات شاهدتها تركيا، الجيش التركي قام بيها، يعني كان آخرها ربما انقلاب تم في عام 97-98. وهنشوف تاريخ هذه الانقلابات وليه أردوغان الآن يعني بيقضي تقريبا على كل معارضيه داخل أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش التركي. نتابع التقرير وهنرجع من بعده مباشرة لضيفتنا الكريمة اللي مشرفانا النهاردة، أستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان في جامعة الزقازيق، مدير مركز الدراسات الإسرائيلية في الجامعة. يعد الجيش التركي ثاني أكبر قوة في حلف الناتو، استطاع الإطاحة ب4 حكومات تركية منذ عام 1960، حيث شهدت تركيا انقلابات عسكرية عدة. ففي 27 من مايو عام 1960 حدث أول انقلاب في تاريخ البلاد منذ إعلان الجمهورية التركية، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة ضد حكومة عدنان مندريس مؤسس الحزب الديمقراطي الذي وصل إلى السلطة عام 1950. وفي عام 1971 حدث الانقلاب العسكري التركي الثاني بعد 11 عاما من سابقه، وعرف باسم انقلاب المذكرة، حيث أرسل الجيش مذكرة إلى سليمان دمريال طالبه فيها بالتنحي، وفضل دمريال الاستقالة على المقاومة. ثم تلاه انقلاب عسكري ثالث في سبتمبر عام 1980 قاده جنرال كنعان إفرين، وهو الانقلاب الأكثر دموية في تاريخ تركيا، حيث تم تعليق الدستور
وإعلان الأحكام العرفية وحظر جميع الأحزاب وحلها وإصدار دستور جديد عام 1982. ثم حدث انقلاب عام 1997 وكان ضد حكومة نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الذي يعد أول رجل ذي توجه إسلامي علني يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أدى إلى الانقلاب العسكري ضده. ويبدو أن تكرار الانقلابات جعل أردوغان يخشى من الجيش، وظل يراوده هاجس الانقلاب عليه، فوضع تعديلات دستورية وقانونية أبعدت الجيش عن السياسة التركية. ثم يأتي يوم الجمعة الماضي 15 من يوليو الجاري لتطالعنا إحدى القنوات التركية عن محاولة من بعض أفراد الجيش التركي القيام بانقلاب على رجب طيب أردوغان. هذا الانقلاب الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام الأجنبية منذ مارس الماضي، نقلاً عن مقال نشر في نيوزويك للباحث الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكي مايكل روبن، مما جعل هيئة أركان الجيش التركي تصدر بياناً آنذاك تنفي فيه بشكل قاطع وجود أي نية للانقلاب على رجب طيب أردوغان. ولكن بعد أن عادت فكرة الانقلابات العسكرية للظهور بقوة في المشهد السياسي التركي، وبعد إهانة أفراد الجيش التركي بكافة الوسائل وشروع أردوغان في إعادة هيكلة الجيش بحيث يضم الموالين له، فهل ينقلب الجيش التركي على أردوغان؟ رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما تابعنا هذا التقرير ويعني تاريخ للانقلابات العسكرية في تركيا، 4 انقلابات متتالية كان آخرهم عام 1997، اللي خلى أردوغان متخوف دائما بالرغم من التحذيرات زي ما شفنا اللي كانت في نيوزويك منذ فترة وجيزة، إلا أنه يعني ما خدش باله من الجزئية دي، أو كان قاصد بشكل أو بآخر أن تتم المسرحية بهذا الشكل لتحقيق أهداف شخصية له أو أهداف يعني بعيدة المدى بالقضاء على كل المعارضين. وإحنا عندنا مبدأ الحقيقة في علوم السياسة، ابحث عن المستفيد دائما. يعني لما يكون في حدث مش عارفين إيه طبيعته أو أبعاده، بنطرح هذا التساؤل دائما: من المستفيد مما حدث في تركيا بهذا الشكل؟ الإجابة طبعا من الأحداث هتوضح لنا من وراء ما حدث في تركيا في الفترة اللي فاتت. للحديث أكثر عن هذا الأمر بتفاصيل وبتأصيل علمي، ضيفتنا الكريمة والكبيرة اللي بتشرفنا النهاردة أستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان بمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، ومدير مركز الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، وأيضا المتخصصة في الشأن التركي، دراساتها كثيرة في هذا الشأن والدكتوراه وغيرها من الدراسات. منورانا أستاذتنا الدكتورة هدى درويش، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طبعا متابعة ما تم، لأن تخصص حضرتك، وأكيد يعني ليكي رأي في الأحداث الأخيرة اللي حدثت في تركيا. التداعيات اللي قبل كده يعني كان في زي ما بنقول إرهاصات، يعني تفجير مطار تركيا، الحدث اللي تم بعد كده، الإعلان المفاجئ عن انقلاب أو محاولة انقلاب، ثم بعدها بسويعات قليلة إعلان فشل الانقلاب، وبعد كده الأحداث المتواترة. يعني تفسير حضرتك إيه لهذه الأحداث؟ بالنسبة لتركيا، هو منذ قيام تركيا الحديثة سنة 1923 وتركيا تقف في مفترق طرق
بين حلفائها وأعدائها دائما. وهي عند المتخصصين والباحثين يطلق دائما عليها أنها الدولة الحائرة، الحائرة بين إسلامها وعلمانيتها، الحائرة باعتبارها ليها مكانة جيوستراتيجية عالية وكبيرة. فبتعتبر نفسها أنها قوة إقليمية لا يستهان بها، وهذا فبتعتبر نفسها أنها دولة آسيوية ودولة أوروبية ودولة قوقازية وبلقانية، ويعني موقعها على البحار، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأسود، كل هذا إلى جانب الطبع التاريخي يا دكتورة والأطماع بعودة يعني السيطرة العثمانية أو بالزبط. الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى اللي أعلن عنها يعني صراحة بالزبط. أردوغان. بالضبط. مسألة الهوية الدينية والخلافة الإسلامية جعلها تتحدث عن خلافة عثمانية جديدة، وهذه الخلافة تكون بزعامة طبعا أردوغان، وفي نفس الوقت بتطمح أن تكون في عام 2000 بين عام 2020 و2050 أنها يطلق عليها الولايات المتحدة التركية. فهي بتطمح في هذا وفي الزعامة المطلقة. طب يعني يمكن حضرتك كده بتدينا شكل عام لما يحدث في تركيا وخلفياته، لكن تفسير الأحداث الأخيرة إيه؟ يعني حضرتك شايفة إيه السبب في اللي حصل ده؟ هو الحقيقة أن مفيش أي منطق عقلي يتصور أن هذا هو انقلاب جيش تركي، جيش من أكبر جيوش العالم، جيش معروف بالكفاءة العالية جدا، وكفاءة قتالية كبيرة على مستوى كبير من التقنية من أوائل الجيوش في الناتو في العالم. يعني حتى في حلف شمال أطلنطي الناتو يعني هو بيعتمد عليها من الثلاثة الأوائل يعني. نعم. يعني الناتو بيعتمد على الجيش التركي في كل حروبه الخارجية. فكون إن هذا الجيش يقوم بعمل انقلاب، لم نسمع أن أي انقلاب في تركيا فشل. لم يفشل أي انقلاب منذ أن عرفت تركيا الانقلابات، وهي كثيرة جدا. وتمت كثيرا جدا. احنا ذكرنا 4 انقلابات فيهم يعني الحديثة يمكن. الحقيقة يعني كيف يكون هذا انقلاب وبهذه الأعداد المحدودة، بانقسام جيش؟ أولا الجيش التركي معروف أنه لا يقبل الانقسام ولا يمكن أن ينقسم، والتعليمات العسكرية معروفة. كيف يكون انقلاب بدون أن يتم إلقاء القبض على رئيس الدولة؟ كيف يتم انقلاب بدون حظر تجول؟ يعني حضرتك شايفة انه مسرحية، ومسرحية قد تكون يعني اخراجها مش جيد، مسرحية هزلية يعني وصول الفرقة اللي هي من الكوماندوز التركي لمكان او الفندق اللي كان متواجد فيه أردوغان بعد ربع ساعة من مغادرته، يعني اعتقد التخطيط هنا لا يمكن يخطئ بهذا الشكل الا اذا كان الهدف يعني إظهار أن هناك محاولة للانقلاب. بالضبط. بالضبط هي كده. هي خطة محكمة أعدت من قبل، وبالقوائم وبالأعداء، وهي موضوعة أساسا لتصفية حسابات مع أعداء أردوغان. طب إيه الشواهد على الكلام ده يا دكتور؟
الشواهد أولا السرعة الغريبة في بداية الانقلاب وانتهائه، يعني ازاي انقلاب ينتهي في خلال ساعة، وفي خلال هذه الساعة طائرة أردوغان يعني تحلق في سماء البلاد، ولا أي مقاتلة تركية إذا كان ده جيش، ولا مقاتلة تركية ولا أي حاجة تعترضها. يعني خصوصا أن تم الإعلان أن هي كانت في مرمى نيران أكثر من طائرة F-16 في أيوة. سلاح الجو التركي، وهو قائد، يعني الأعلن أن قائد سلاح أو القوات الجوية التركية هو وقائد القوات البرية منظمي الانقلاب. فيعني الكلام تحس ان هو مش، لا طبعا يعني مش راكب، ما فيش منطق يقدر يصدق مسألة زي كده. فالقول انه انقلاب قول ضعيف جدا جدا ولا يمكن ان نستند عليه، لانه هو ليس فعلا انقلاب، وليس هذا انقلاب جيش. هل اين الطائرات المقاتلة الإسرائيلية التركية؟ ما هنيجي لإسرائيل بعد كده واحدة واحدة. ايوه. اين الطائرات؟ اين قادة الانقلاب نفسهم؟ هو الطائرات، بمناسبة ان حضرتك ذكرتي الطائرات الإسرائيلية، ما كانش في طائرات إسرائيلية صحيح في الجو، لكن الدبابات الإسرائيلية كانت على الأرض. يعني الدبابات الجيش التركي او التعاون العسكري التركي الإسرائيلي قائم بينهم، فشوهدت دبابات تابعة للجيش التركي لكنها صناعة إسرائيلية على الأرض. لأن أصل الوجود العسكري في تركيا، العسكري الإسرائيلي في تركيا ده قديم، وهو يعني شغال على طول، يعني مفيش يعني هو أساسا كل الصناعة إسرائيلية، يعني معظم الصناعات. لا غير كده كمان حضرتك الدبابات اللي بتحمل الجنود، أين الضباط؟ أين القادة؟ من قائد هذه وأيضا وجوه هم شباب في مقتبل العمر، ويعني ليس هيئة جيش يعني له مكانة جيش التركي المعروف. يعني هنا الحقيقة كمان العناصر اللي بيقال أو وسائل الإعلام حتى التركية قالت إن عندما دعا أردوغان أنصاره للنزول، الحقيقة ما شفناش من أنصاره دول أي سيدات، يعني كان كلهم رجال، وكان رجال مدربين تدريب عسكري، وكأني أردوغان كان بيقصد طبعا على غرار يعني إيه الناس اللي هو بيحبوهم وبيحبوه، الإخوان اللي كانوا عايزين يعملوه في مصر، إن جيش موازي، هناك جيش موازي وناس تدريبات عسكرية موازية اللي ربما كان ليها السيطرة على الأرض وقت الانقلاب. صحيح. وده ظهر في الشاشات في التلفزيون. نعم. يعني فعلا شكل الإخوان احنا نحفظه يعني وعارفينه كويس، شكل الإخوان وشكل الناس اللي هي مدربة. نعم. وواضح أنها خطة معدة ومنذ زمن، لأنه كل واحد يعرف الدور اللي هيعمله. أنا عايز أعرف من حضرتك، يعني برضو من واقع دراساتك في الشأن التركي، طبيعة شخصية أردوغان المحيرة دي، يعني ايه الراجل ده وليه تصرفاته متضاربة وفي بعض الأحيان بتكون تصرفات خارجة وشاذة؟ بس اسمحي لي أعرف الإجابة من حضرتك بعد هذه المداخلة على الهواء مباشرة من نواكشوط عاصمة موريتانيا، حيث القمة العربية على قدم وساق، وهذه المداخلة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة زايد مباشرة من موريتانيا. مساء الخير يا أستاذ أسامة. مساء النور يا أستاذ حازم، زي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الأجواء عند حضرتك إيه في بداية التحضيرات للقمة العربية المنتظرة؟ والله الأجواء كلها مبشرة بالخير. أتينا هنا مساء يوم الاثنين بطائرة خاصة من مطار القاهرة على الخطوط الموريتانية، وكان معنا ضمن الوفد السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط وبعض سفراء الدول
ونائب رئيس الجامعة أحمد بن حلي. وبدأت الاجتماعات التحضيرية يوم الأربعاء باجتماع كبار المسؤولين، وذلك لإعداد القرارات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الخارجية العرب يوم السبت القادم إن شاء الله، ثم إقرارها يوم الاثنين من خلال القمة. السادة رؤساء وملوك الدول. طيب أستاذ أسامة، بالتأكيد الأحداث الساخنة في تركيا وتداعياتها على المنطقة العربية ومستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية مع المتخصصين والساسة العرب في التحضيرات لقمة عربية أكيد شهدت كواليس ومناقشات. إيه اللي بيدور حول هذا الأمر من خلال ما تبعته في كواليس القمة العربية في موريتانيا؟ والله يا فندم، احنا يعني الدول العربية طلعت أفضل من السيد أردوغان في الحديث، وأفضل، وكان لدينا لباقة وسياسة في الموقف المتأزم. بالنسبة لتركيا كان احنا نرفض التدخل في الشأن الداخلي التركي، مع علم السيد أردوغان تعدى على مصر كثيرا منذ ثورة 30 يونيو، ولكن الشأن العربي احنا نرفض أي تدخل للسيد أردوغان في الموقف العربي. ومع ذلك يعني أكيد ما حدث سوف يحدث هزة في العلاقات التركية الإسرائيلية، وخاصة أن هذا الانقلاب الفاشل أتى بعد يعني أيام قلائل من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. صحيح. إذا في تركيا هناك ناس رافضة لتطبيع هذه العلاقات، وإن كان يدعي السيد أردوغان بأنه خليفة المسلمين وأنه المدافع عن القومية العربية ومدافع وعاوز يرجع عهد الخلافة العثمانية، ولكن كلامه من خلال التطبيع، من خلال ما نشهده على الواقع، مخالف لما يقول. نعم نعم. ردود الأفعال بالنسبة للدبلوماسيين العرب المشاركين في القمة حول هذا الأمر، يعني تفسيراتهم إيه للحدث في تركيا؟ والله تفسيراتهم أكيد بقول لك رجب طيب أردوغان في الانتخابات لم يكن عليه إجماعا، فاز بنسبة حوالي 52 أو 53% في الانتخابات مرتين، فذلك يعني هناك يعني أكيد ليه معارضين كثير أكثر مما يدعي. نعم نعم. يعني ثانيا اتفضل يا أستاذ أسامة. ثانيا يا فندم، ان السيد طيب أردوغان بيتخذ اجراءات دلوقتي، اجراءات لو في اي دولة عربية كانت الامم المتحدة والغرب كله استنكر هذه الاجراءات التي يعني هدفها تصفية خصوم القضاء وتقييد الحريات داخل تركيا. نعم. فما يحدث طبعا السيد أردوغان يعني عامل زي ما يكون اصيب اصيب كده بحالة من الصرع. لوثة. نعم. وسع الاعتقالات، وسع يعني يريد ان يصفي معارضيه. يعني هو تنكيل بالمعارضين والتخلص منهم. يعني انا اتشرفت بهذه المداخله مع حضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ اسامه زايد، رئيس قسم الشؤون العربيه بجريده الجمهوريه، مباشره من موريتانيا، حيث التحضيرات النهائيه لعقد القمه العربيه ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. شكرا جزيلا أستاذ أسامة. برجع لحضرتك أستاذتنا الدكتورة هدى درويش. قبل المداخلة كنت بسأل حضرتك عن طبيعة هذه الشخصية، ويمكن أستاذ أسامة ذكر التدخلات اللي بتحدث في تصرفاته، يعني ردود أفعاله، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب دي والتنكيل بخصومه بشكل كبير، محاولة إعادة مسألة عقوبة الإعدام مرة أخرى، ردود أفعال الاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر، يعني كلها تصرفات تبدو غير متزنة تماما. فحضرتك تقدري يعني تشرحي لنا طبيعة هذه الشخصية، شخصية أردوغان؟ هو من خلال دراساتي وقراءاتي في من كتب حول تاريخ حياة أردوغان، أردوغان شخصية بتحمل صفات متناقضة جدا، صفات
منها أنه كثير التقلبات، سريع الغضب، متردد، لديه ثنائية في الحكم على الأشياء، وكل هذه الصفات لا يتحكم في انفعالاته، ردود أفعاله وانفعالاته الكلام ده كله. لديه غرور، لديه تسلط، حب، عظمة، كبرياء وتكبر. كل هذه الصفات إذا ما قمنا بتحليلها صفة صفة نجدها متجسدة في شخصية أردوغان في جميع تصرفاته ومواقفه وأحواله. هو هناك ازدواجية حادة جدا في شخصية أردوغان. على سبيل المثال أستاذه نجم الدين أربكان، نعم. هذا كان أردوغان تلميذه، وأربكان كان الأستاذ الذي يطيعه أردوغان بمنتهى الالتزام وبمنتهى الحب، وكان أربكان عطوفا عليه، وهو من أوصله إلى المعرفة السياسية وكل الأنظمة بتاعت الدولة، قدموا للأوساط السياسية طبعا وخلاه يعني ياخد هذا المنحنى أو صحيح هذا الاتجاه. صحيح. ولكن في الوقت الذي أخذ فيه زمام الأمور، زمام الحكم، انقلب على أربكان وأعلن أنه ضد كل آرائه وضد كل أفعاله، وأن حزبه ليس مثل أردوغان. أربكان نعم. أربكان حزبه حزب إسلامي، ولكن هو أردوغان قال حزب العدالة والتنمية، حزب علماني ديمقراطي، ليس للشريعة مكان فيه. طب هنا في ازدواجية أخرى دكتورة هدى، يعني مفهوم طبعا ان العلمانية يعني مش المقصود بيها ان لا دين في الدولة، لكن فصل الدين عن الدولة. نعم. انما في نفس الوقت يعني العلمانية دي اللي اعلنها مصطفى كمال اتاتورك في تركيا، بنجد ان بالرغم من ان كمان اردوغان ماشي على نفس هذا الطريق، الا انه عايز يعيد الخلافة الاسلامية وبيأوي عناصر الاخوان عنده، وهو الوسيط علشان ندخل هنا على تركيا، على تركيا وإسرائيل، ودوره مع حماس. الدور اللي إسرائيل بتخليه يلعبوا مع حماس اللي هي فصيل من الإخوان المسلمين. فهنا يعني كمان في تعارض أو تضاد ما بين اللي بيعلنوا من علمانية الحزب واتجاهاته من انه عايز يعيد خلافة اسلامية والاخوان والكلام ده كله. هو ده حضرتك اللي هو الازدواجية في قراراته، عدم الثبات على رأي واحد، عدم القدرة على هو يتميز بدهاء كمان شديد جدا جدا. هذا الدهاء يجعله يظهر بشخصية، نعم. وبداخله شخصية أخرى. فهو مختلف. طيب. كده دي شخصية أردوغان. هنا برضو حضرتك يعني مدير مركز الدراسات الإسرائيلية، وكل الدراسات حول طبيعة الشخصية الإسرائيلية أيضا والصهيونية واتجاهاتها، سواء الاتجاهات الأيديولوجية أو السياسية أو التصرفات في كافة المجالات. هنا توقعاتك إيه لردود الأفعال الإسرائيلية والعلاقات الإسرائيلية التركية في أعقاب فشل الانقلاب ده؟ يعني الدنيا هتمشي إزاي؟ الحقيقة أن إسرائيل اتصرفت تصرفات كانت يعني شديدة الغرابة. أولها أنها تباطأت تباطؤ شديد جدا في رد الفعل، وأعلنت هذا وقالت من خلال الصحف
أنها استمرت 15 ساعة لم تخرج أي بيان أو تصدر أي بيان حتى تدرس الموقف وترى الأمور سوف تنتهي إلى أين يعني. وكان الحرج الشديد لديهم إسرائيل أن تزامنت هذه الأحداث مع الاتفاق المصالحة والتطبيع الذي يعني كان التزامن برضو بيدي طبعا مؤشرات أحرج إسرائيل. نعم. فأعلنوا إن ده سبب لهم حرج شديد جدا، وخصوصا أنهم تم الاتفاق على دفع تعويضات 20 مليون دولار. هذه التعويضات اتفقوا عليها لأسر الضحايا، أسر ضحايا سفينة مرمرة. نعم. التي كانت سبب المشكلة. فالحرج كيف أننا اتفقنا على دفع هذا المبلغ لشخص غير موجود في الحكم إذا نجح. بس ده برضو بيدينا دكتورة هدى انطباع تاني أو مؤشر تاني على ازدواجية أردوغان. يعني منين كان العنترية الشديدة في مواجهة أحداث صحيح. السفينة مرمرة. صحيح. وإن هو لن صحيح. يترك أرواح الشهداء يعني ضحايا السفينة. ومنين بيع هذه، يعني إنجاز التعبير، وهو أعتقد وحضرتك تصلحي لي إن هو تعبير دقيق، بيع القضية جملة وتفصيلا من أجل المصالح مع إسرائيل. هو ده بالظبط صحيح. وبرضه بتدخل في ازدواجية شخصيته. أنه يعني غير موثوق بالإطلاق في التصرف أو الفعل الذي يقوم أو تسرعه الشديد في الحكم على الأشياء. أيضا الغريب في هذا الأمر أن تركيا كانت قدمت شكرا لإسرائيل على دعمها لأردوغان، وأنها قامت بدعم أردوغان دعما شديدا، وهذا لم يحدث. لم تدعم إسرائيل أردوغان ولم تتحدث في أي مسألة، بالعكس ده كان هناك تباطؤ، وكان وردود أفعالها لم تكن بالقدر الذي تحدث فيه اتفاقية تطبيع. يعني المفروض أنها كانت تكون أول دولة هو يبدو تعترض. أن المعلن شيء والخفي شيء آخر، يعني وده طبيعة العلاقات الإسرائيلية مع الدول المحورية الحقيقة في المنطقة، وطبيعة السياسة. بس إسرائيل في علاقتها مع الدول اللي بيطلق عليها الدول المفاتيح، يعني زي تركيا، زي إيران، يعني الدول اللي هي، وطبعا الأساس هي يعني تأجيج الصراع الطائفي من ناحية إيران الشيعة، وتركيا بتمثل السنة، وطبعا ده الهدف الإسرائيلي الدائم. أنا بدعو حضرتك لمتابعة التقرير ده دكتور، تقرير عن من المستفيد من الانقلاب العسكري اللي حدث في تركيا. نتابع هذا التقرير ورجعوا لنا مرة أخرى في خط أزرق. وفقا للمخطط الذي يضمن القضاء على العرب والمسلمين، والذي يهدف إلى انقسام العالم الإسلامي إلى قطبين، سنة بقيادة تركيا وشيعة بقيادة إيران، تمهيدا لخلق صراع دامي تم اختباره فعليا في العراق وأثبت جدواه. لم يكن أردوغان سوى دمية في أيدي أصحاب هذا المخطط، فحلم بإحياء الخلافة العثمانية. وفي سبيل تحقيق هذا الحلم
يسعى أردوغان إلى تغيير هوية الدولة التركية من العلمانية إلى الاتجاه الإسلامي والقضاء على الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال الدين أتاتورك ليحل محلها الجمهورية الإسلامية، مما أدى إلى التصادم بالجيش التركي الذي قاد انقلابات عسكرية على 4 حكومات تركية سبقت حكومة أردوغان بسبب أنها أضرت بالمبادئ العلمانية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة. واستخدم أردوغان هذه المرة طريقة غير تقليدية، فقاد مسرحية هزلية مساء يوم الجمعة الماضي انتهت برسالة فيديو عبر هاتف محمول. استفاد أردوغان من هذا الانقلاب تعاطف الشعب التركي باعتباره قوة تصدت لهذه المحاولة، واهما الجميع أن بقاءه في السلطة كان بإرادة شعبية تركية، ولكن الحقيقة أن بقاءه مرهون بالإدارة والإرادة الأمريكية، خاصة وأن المؤيدين لأردوغان الذين لبوا نداءه لا يمثلون كافة فصائل الشعب التركي، بل اقتصر المشهد على الرجال، فضلا عن أن أسلوب الضرب والسحل والقتل الذي قاموا به قد تم بشكل منظم واحترافي، مما يشير إلى أن أردوغان قد أعد جيشا موازيا تم تدريبه مسبقا وخصصه لهذه الخدمة. ووفق قاعدة أن هذه المحاولة ستترك بلا شك خلفها دمارا ودماء تركية، وأن هذا الحدث يعكس ضعف الدولة التركية في ظل حكم أردوغان وحزبه، مما يهدد مستقبل تركيا. عودة مرة أخرى مشاهدينا إلى هواء خط أزرق بعد متابعة هذا التقرير، وبشكر زملائي القائمين على التقرير دكتورة منال مرسي الإعداد والتعليق للزميلة دعاء حجاب. وبنرجع مرة أخرى لضيفتنا الكريمة اللي مشرفانا النهاردة الأستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان في جامعة الزقازيق ومدير مركز الدراسات الإسرائيلية في الجامعة. أهلا بك يا دكتورة مرة تانية. تابعنا التقرير، وأعتقد يعني في الوقت المتبقي مهم إن احنا نشير لشخصية أعتقد الشخصية دي هتطرح كاسم مهم في الأخبار في الفترة القادمة، وهو فتح الله جولن، المعارض التركي اللي بيقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتتهم تركيا وعلى رأسها طبعا الرئيس التركي بأنه ضالع في القيام بالانقلاب. هل تتوقعي مع العلاقات المتشابكة والعميقة والمصالح المتبادلة بين تركيا وأمريكا أن أمريكا تسلم فتح الله جولن لتركيا؟ اسمح لي قبل ما أرد على النقطة دي أتكلم عن شخصية فتح الله جولن. فتح الله جولن شخصية دينية، عالم مفكر إسلامي، حاصل على لقب أفضل مفكر إسلامي على مستوى العالم، له أنشطة دينية وليس لديه أي علاقة بالسياسة. وأنا درست هذه الجماعة، جماعة الخدمة، ورأيت أفعالهم ورأيت كل ما قاموا به لا يمت للسياسة بأي صلة. هو وأتباعه نظام نموذجي في التعليم، في إقامة مدارس
بتطوع من رجال الأعمال. يتحملون نفقات البناء وكل هذا، وأتباع فتح الله يقوم بإدارة كل هذه المدارس. فتح الله جولن لم يقتصر على تركيا، فتح الله جولن منتشر في جميع أرجاء العالم، جميع العالم بمعنى خدمة الإنسانية، وعلشان كده اسمهم حركة الخدمة. نعم. وحركة الخدمة يعني يكفي أن أردوغان يقول حركة الخدمة. نعم. فلابد أن يعرف معنى الخدمة. هم بيطبقوا معنى الخدمة، هم بيخدموا الإنسانية كلها بأعمال كبيرة جدا وعلى مستوى عالي. أردوغان فتح الله جولن معروف أنه أقام مؤسسة للحوار والتعايش الديني، وهو لا ينظر إلا لخدمة الإنسانية بوجه عام. يبقى إذن ده حلقة أخرى من حلقة الاتهامات الجزافية اللي بيطلقها أو بتطلقها تركيا وعلى رأسها أردوغان على الجميع، بما فيهم جولن، بما فيهم مصر، بما فيهم يعني صحيح. يعني هو الراجل يعني لا يألو جهدا في انه هو يصدر اتهاماته او يصدر اتهاماته للكل بدون اي دليل. طيب السؤال اللي سألته لحضرتك، توقعاتك ايه؟ بالنسبة هل لأمريكا هيسلموه او ممكن يسلموه؟ بالنسبة لأمريكا هناك احتمالين. الاحتمال الأول، أولا أنا أستبعد أن أمريكا تسلم جولن لأسباب كثيرة، منها أولا هو ورقة ضغط في إيد أمريكا لا يمكن تستغنى عنها أمريكا. ثانيا هو إنسان عاش في أمريكا منذ عام 1992، فهذه فترة كافية أن تعرف أمريكا كل ما يدور حول هذه الشخصية وكل أعمال هذه الشخصية. فهو صديق حميم لها، فهي تقدر وتحترم وجود هذا الرجل. يعني حضرتك توقعاتك أن لن يتم الانصياع لمطالب، ما اعتقدش، مطالب بتسليم جولن يعني. لأن كمان أمريكا تريد أن يعني تحقق مبدأ المثالية في العالم، وتحقق مدى قدرتها على حماية الأفراد. فسوف تتهم أمريكا أنها بتتخلى عن حقوق الإنسان، وأمريكا معروف أنها الراعية لحقوق الإنسان. فده معناه أنها بتتخلى عن يعني إنسان لجأ إليها فتأخذه بعد 25-30 سنة وتسلمه لمن تعرف أنه سوف يقوم بالتنكيل به. أكيد. معروف. طيب طبعا. يبقى أنا هنا يبقى لي نقطة من شقين قد تكون النقطة الختامية في حواري مع حضرتك النهاردة، وهو مستقبل العلاقات الإسرائيلية التركية. ماذا ستقدم إسرائيل لتركيا في الفترة القليلة القادمة وعلى ربما المدى الطويل؟ وفي نفس الوقت هل من المتوقع أن الأمر أو الأمور ستستتب في تركيا، أم أن يعني اللي حدث ده هو مجرد الشرار اللي مسك في الأحوال في تركيا، والنار يعني لن تنتهي بوجود أردوغان على رأس الحكم في تركيا؟ أولا بالنسبة للأمور يعني المستقبل التركي ده مليء بالغمام والظلام والاستبداد والديكتاتورية طالما أردوغان موجود على حكم تركيا لأعماله التي نراها. وهذا ليس رأيي ولكن من
قراءة للواقع والمعطيات واللي جاي الأخبار كل الأحداث نعم. بتدل على ما يقوم به، وخصوصا في الوقت الحالي، ويكفي أنه يقوم بإغلاق منظمات حقوق الإنسان، ويقول أنها ويقول أن قانون الطوارئ ليس له أي علاقة بالديمقراطية. ولماذا كان له علاقة يعني بمصر وقت أن كان في بعض الأوقات كنا مضطرين لإصدار هذا القانون. فالحقيقة أن أردوغان بيمثل ديكتاتورية شديدة، وقد تعدى الديكتاتورية إلى فرعون العصر أعتقد من وجهة نظر. إسرائيل العلاقة بينها وبين تركيا علاقة مصالح. تركيا تريد مصالحها من إسرائيل، وإسرائيل تريد المصالح من تركيا. هي العلاقات القديمة الجديدة التي لن تنتهي أبدا. على طول الزمان سوف تستمر هذه العلاقة للمصالح وليس المبادئ. تمام. أنا اتشرفت بوجود حضرتك معانا النهارده أستاذة الدكتورة هدى درويش، شكرا جزيلا للمساهمة المتميزة دائما، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة معاكي. شكرا جزيلا. وشرفتينا النهارده. كان معانا مشاهدينا أستاذة الدكتورة هدى درويش، أستاذ ورئيس قسم مقارنة الأديان في جامعة الزقازيق ومدير مركز الدراسات الإسرائيلية في جامعة الزقازيق. بكرر الشكر ويعني كل التقدير لحضرتك. شكرا جزيلا. بانتهاء هذه الفقرة بنكون وصلنا لختام حلقتنا في خط أزرق. دائما الأسبوع المقبل إن شاء الله لقاء متجدد وموضوعات متعلقة بالشأن الإسرائيلي داخليا وخارجيا فقط في خط أزرق.